السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يوم جديد وفيديو جديد، وزي ما متعودين نرفع الفيديو كده بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك. بصوا طبعا يعني الفيديو ده متأخر عليكم جدا جدا، بس طبعا يعني انا في الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا تعبانة والكلام ده كله وكده، وانتوا طبعا سامعين صوت ان هو تعبان، فما كنتش قادره بصراحه ان انا امنتج الفيديو موجود تمام يعني، ومسجلاه وكل حاجه مصوراه قصدي، لكن هو اتاخر عليكم كده شويه. لا بصراحه هو ما اتاخرش عليكم شويه، هو اتاخر عليكم كتير. يعني ان هينزل لكم النهارده، يعني النهارده رابع يوم العيد، يعني العيد اصلا خلص امبارح، بس طبعا ما كانش ينفع تماما ان انا ما انزل لكمش فيديو بتاع تجهيزات العيد وكحك العيد والكلام ده كله. مبدئيا كده يا بنات، العلبة الكبيرة اللي هي الأولى دي اللي مكتوب عليها عيد سعيد، دي يعني مسلمينها لجوزي في الشغل. تمام، يعني دي احنا ما اشتريناهاش ولا حاجة، لا هي ايه جات لنا هدية كده من الشغل. يعني كل سنة شغل جوزي بيدوله علبة زي ديت. العلبة دي بتبقى اصلا يعني 2 كيلو بقى، بتبقى محتواها بقى كحك وبسكوت وبيتي فور وغريبة، فاهميني؟ وبتبقى ايه، بيبقى الكحك فيها محشي، يعني هي محشية من جوه اللي هي الملبن. تمام. انا بقى يا جماعة ما بكتفيش بالعلبة دي بصراحة، انا بحب جدا الكحك والبسكوت بتاع مودة. ما بيعجبنيش البيتي فور بتاعه ولا السابلي، بس بيعجبني جدا 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 البسكوت يا جماعة رائع وفوق الرائع. يعني انا مثلا ساكنه في فيصل، عايزه اقول لكم بروح لحد حلوان علشان اجيبه، اقسم بالله، وبستنى بقى يعني من السنه للسنه علشان اجيب منه. عايزه اقول لكم البسكوت بتاعه قسما بالله قسما بالله ما في حد بيعمل زيه. بحس ان انا باكل بتيفور، اصلا باكل حاجه احلى من البسكوت اصلا، والله العظيم. فبصراحه بضرب مشوار جامد جدا علشان اجيبه منه. عارفين يا جماعة، انا بجيب من محل مودة دوت، او هو مخبز تمام، بس دلوقتي عامل معرض، يعني عامل محل كمان جنب الايه المخبز وكده. عايزة اقول لكم ان انا بجيب الكحك والبسكوت من عنده من ايام ما كان ب27 جنيه. عايزة اقول لكم انا جايبة الكيلو ده ب270 جنيه، الكحك ب270 البسكوت ب270. لكن البيتي فور وكده لا، ما بجيبوش منه بصراحة. انا جايباه المرة دي، جوزي اللي جايبه بصراحة. جايبه منين يا هبة؟ من رباعيات الخيام. رباعيات الخيام ديت في شارع السودان. عارفين شارع السودان مهندسين؟ عند مكان اسمه كده المطار. تمام، شارع السودان كبير جدا، ففي كذا مكان في شارع السودان ده، ففي مكان بقى اسمه المطار. تمام، هو متفرع منه من شارع السودان. تمام. بصراحة انا ما مش فاكرة سعره كام، بس عايزة اقول لكم ان في اماكن تانية بتبيعه احلى من كده، يعني بتبيع البيتي فور والسابليه احلى. بس هو تقريبا يعني السابليه تقريبا ب 400 جنيه، 450، والله مش فاكرة هو قال لي ايه، قال لي بكام، بس ما علينا يعني. ارشح لكم العبد او اي مكان تاني بيبقى احلى منه بصراحة. حتى برضو العلبة اللي جت لجوزي وكده من الشغل، اقسم بالله ما عجبتني برضو قوي. انا دقت بس الغريبة بتاعتها، ما عجبتنيش، والولادي قالوا لي لا يا ماما، الحاجات اللي انتي جايباها من حلوان الكحك والبسكوت احلى 100 مرة من من اللي بابا جايبها من الشغل يعني وكده. فمش مشكلة، يعني كل سنة واحنا طيبين وانتم طيبين يا رب، ونعاد علينا الايام بخير، وادينا يعني بنجيب للولاد اللي هم نفسهم فيه واللي عايزينه، وربنا ما يقطعهاش عادة يا رب علينا ولا عليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى ان الحاجات دي انا حطيتها، يعني مش هكذب عليكم اقول لكم بقى ان انا دي تجهيزات العيد وقبل العيد بيوم، ولا يوم العيد او يوم الوقفه او الكلام ده. لا يا جماعه عشان ما اكذبش عليكم، انا لما عملت الحاجات دي كان تاني يوم العيد، لانه والله العظيم انا كنت تعبانه جدا جدا، يعني بجد كنت تعبانه. ولدرجة ان انا اصلا انا لما الشقة وفرشاها يوم الوقفة بعد الفطار، يعني مش اللي هو بقى ايه من قبلها وكده، لا. انا اول مرة يا جماعة يحصل معايا الموقف ده اصلا.
انا في الطبيعي ان انا ببقى الشقه مروقاها ومنفضاها يعني منضفه كل حاجه من قبل العيد يعني باسبوع 10 ايام الكلام دوت. وقبل العيد كده بيومين بفرش الشقه وتبقى الدنيا تمام. ليله العيد ببقى بعمل التحضيرات دي كلها. المهم بقى، نزلت بقى برضو تاني يوم العيد. مش نزلت وانا جايه من عند ماما، يعني انا رحت زرت مامتي وكده. عايزه اقول لكم ان انا يا جماعه من كتر التعب اللي انا فيه نسيت اقول لماما كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. والله العظيم، وما افتكرتش غير لما لما رجعت وبيتكلموا عن عيد الام وكده. ولا قلت لحماتي ولا قلت لماما، فعادي بقى. ما اعرفش والله ايه اللي حصل لي يعني. المهم وانا راجعه بقى عديت كده على محل اللي هو بيبقى مقلة يعني. جبت لب وسوداني. جبت لب ابيض ولب اللي هو السوري اللي هو الاسود ده. وجبت سوبر وسوداني اللي هو بالقشر دوت عشان احنا العيد يعني السوداني ده. تمام تمام. وجبت لهم كاندي. جبت لهم ايه تاني، جبت لهم بقى اللي هي السوداني اللي هو متغلف كده بالجبنه ومش عارف ايه. المهم اللي ولادي اختاروه عشان هم كانوا معايا ما شاء الله 3 ولاد كانوا معايا. قلت لهم اختاروا اللي انتوا نفسكم فيه واللي انتوا عايزينه وانا هجيب اللي انتوا عايزينه. طبعا بقى انا كنت موريه لكم الطبق اللي هو المقسم دوت بتاع المكسرات والحاجات دي مع مشتريات العيد. صح كده صح كده. آه بس بقى هنا بقى كان اللب نزل كتير وكان زيادة في المكان ده. فرحت بدأت ان انا يعني اشيل منه يعني عشان اخلي على قد المكان بالظبط يعني. ما انا لازم يعني ان انا احسسهم بالعيد يعني. كفايه ان اول يوم العيد ده اصلا ما حسناش بيه. انا اصلا يا جماعه ما حسيتش بالعيد خالص سبحان الله، مش عارفه ليه. هو العيد بالنسبه لي كل سنه ان انزل اصلي صلاه العيد انا والولاد وكده. فالسنه دي بقى نزلت صليت، بس برضه حتى يعني نزولتي دي ما كانتش اصلا، ما كنتش حاسه بالعيد اصلا. هو حد يا جماعه زي كده. المهم لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش كده تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان يا جماعه ما تنسوش تدعموني بلايك. هنا بقى خلاص كنت فضيت كل اللب والسوداني وكل حاجه انا جبتها في الطبق هنا. تمام. وكل ده بقى هوريلكم برضو وانا بقى بحطه على السفره. عايزه اقول لكم بقى ان كان في كمان ترمس يعني. مامة جوزي حماتي كانت عاملاه مسويه وكل حاجه يعني. واول يوم العيد احنا بصراحه كنا منه. بس انا نسيت ان انا اوريه لكم وان انا اقدمه يعني مع الحاجات اللي انا وريتها لكم دي. هنا بقى خلاص الطبق دوت حطيت في الشوكولاتات والحاجات دي. بس بقى يا جماعة هو ده كان فيديو النهاردة. بتمنى كده ان هو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. وانا معلش حقكم على ان انا اتأخرت فيه. وما تنسوش تحطوا لي اللايك واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع الف سلامة.